السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال وبصحة جيدة. أنا توحشتكم البنات، نتمنى نتوما تاني تكونوا توحشتوني. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جيت لخواتاتي بفيديو جديد ونهار جديد وطاقة جديدة. مرحبا بالمشتركات الجدد اللي زادوا انضموا للقناة نتاعي، ونقول لكم مرحبا وألف مرحبا. شرفتوني خواتاتي في القناة نتاعي. أنا كانت قناتي الأولى روتينات ويوميات وصال، وبدلت ليها الاسم. ودروك راه اسم القناة نتاعي روتيني على طبيعتي DZ. مرحبا بكم أخوات البنات. أنا من محبين البساطة، أنا إنسانة بسيطة ونحب البسطاء كيفي، ويدخلوا عندي غير البسطاء. صحاب البريستيج ما يدخلوش عندي وما يتفرجوا ليش وما يابونوش عندي وما نحتاجهمش يشتركوا عندي وما نحتاجهمش يديروا لي جيم. هذه هي الخواتاتي. جيت بروتين حقيقي من بعد اللي جيت من دارنا، يعني روتين بعد العودة من دار الوالدين. الله يشدنا فيهم يا رب العالمين. وخواتاتي غادي نجيكم بهمسة ديروها بين عينيكم البنات. خواتاتي كامل راح ننسى ونفهموا بعضانا. كاين اللي عندها تربية، كاين اللي عندها رضاعة، كاين اللي مسكينة راهي مريضة، كاين اللي فيها لانيمي، كاين اللي راهي عيانة من رمضان راهي عاد عيانة. المهم البنات اللي ما تقدرش على الشغل، ننصحك الأخت بسورة البقرة، برقية البقرة. كي تنوضي مع الصباح شغلي لي التلفزيون ولا شغلي لي الموبايل التليفون، المهم ديري لي القرآن. روتين بسيط، بيت هادئ، سكينة. وليداتك يقعدوا عاقلين، بيتك يسوده السكينة والهدوء، ولادك ما يقعدوش متضاربين. هذه هي البنات، ما كاش كيما سورة البقرة والرقية الشرعية لتحصين البيت. فات علينا البنات العيان تاع رمضان. تاني قاطو كانوا تاني هذوك الاختبارات البنات. ونقول لكم الشيرات ما تكلفوش على رواحكم، غير بشوي بشوي ونقيو صويلحاتكم ونقيو دويراتكم. لهنا البنات الصاله نتاعي كانت نقيه، ما عنديش الكريزيل، درت لها غير شويه جافيل وغادي نمسحها لانه كيما خليتها نقيه لقيتها نقيه. هذه هي الشيرات، غادي نفوت عليها غير بالجفاف كيما قال لك مسحه خفيفه. رحنا غافرنا، رحنا في العيد، درنا صلة الرحم، رحنا لدار والدينا وعاود رجعنا لديالنا. يا اختي ما كانش كيما دويرتك، كيما قال لك بو بقرة داري ستارة عاري. هذه هي البنات. وليداتك يلعبوا في دارهم، وليداتك يقبحوا في دارهم، وليداتك يرقدوا في دارهم بكل أريحية. الشيرات شكون كيفي تبغي دارها. انا الشيرات صراحه والله لا بكري كنت نروح لدارنا نقعد بال15 يوم بال20 يوم، ولحد الان كنا نبغي نقعد. مي الشيرات صراحه انا يا بكري كان الزوج يخدم كيما نقولوا غير في الولايه تاعه، مي كي بدل للولايه تاع تلمسان اي الشيرات مانيش نقعد في دارنا. هذيك هي ما قعدتش شورت، ما قعدش، لانه صراحه الشيرات راكم تعرفوا الزوج يبغي قهوته، الزوج يبغي فطوره، الزوج يبغي قشه مغسول. هذه هي البنات، ما نجمتش نقعد اكثر من هادشي. صاير البنات اللي هنايا البالكون كان معمر تراب وغبار. الباب نتاع الصاله نتاعي هذا تاع الميشلر، قبل العيد كنت غسلته وحكيته بشويه ايزيس وجافيل ورغونته كاع وبالماء. ايا كان باقي لي غير هذا البالكون شيرات، حتى اللي جيت نقيته وقست فيه الماء وعاود نشفته، وكما راكم تشوفوا هو نقي. وهذه الصاله تاع اختكم البنات تاني نقيتها وفرشت لها الطابي. ايا وغادي نبلعها الشيرات ما يرقدوليش فيها، لانه صراحه الشيرات يدخل ضيف على غفله يلقاها نقيه. وما تضحكوش على اختكم، عندكم قاطوها وين راهي دايرته، عندكم الشيرات قاطويا وين راني دايرته.
عندكم تضحكوا عليا. هادو الكوفيرتات البنات غير كيما جيت من دارنا غسلتهم، كان السبالات سيل ايا الشيرات غسلتهم وراكم شرتهم هنايا تما راهم ناشفين، غير راني حاطتهم في الهواء يزيدوا يتهواو. والشيرات كيما جيت لقيت الفريجيدان حالة مخلط واحد الخلوطة يا خواتاتي. ايا قلت له رواح اليوم نهارك مع الشيرات، راكم تعرفوا هاد اليامات غير تاع سميشه وتاع نقا وتاع غسيل. ايا الشيرات دوبته درته في الزيرو داب، ايا وغسلته نقيته بالجافيل والايزيز، وهذا هو روتيني لنهار اليوم. وتاني هذا الباب خواتاتي يتوسخ لي كيما راكم تشوفوا ميشلار ابيض يتوسخ لي هكا لي طراس تاع اليدين وكاع. ايا تاني نقيته غسلته بشويه ايزيز وجافيل والحبيله، حتى الزاجه وغسلتها له. شيرات تاني التيق تاني تاع الميشلار تاني اخواتي كاع غسلتهم، نحذف لي المقطع معليش. المهم كانوا مغبرين الشيرات غسلتهم كاع التيق تاع الميشلار غسلتهم تاع البيوت تاوعي لقيتهم كاع مغبرين ومسخين. المهم درت ميلاج تاع نهار كامل من الليل من الصباح حتى العشيه خواتاتي باه كملت. هذا الفريجيدان اللي راكم تشوفوا فيه خواتاتي من اللي درت الدار في 2014، من 2014. ايا هذيك هي منا وجاي ان شاء الله نبيع هذا ونجيب فريجيدير كبير، لانه هذا ما راهش يساعدني خواتاتي. ولا هنا في الحشيه الشيرات تاني كان البرد، ايا درت البوال كيما راكم تشوفوا. ودخلت هاد الفيستا تاع بنتي لقيتها ما نشفتش كنت غسلتها، ايا درتها لهنا راني نتوشي فيها راهي شويه بارده. ايا درتها هنايا حدا البوال. شيرات خاصني ساش لينج، والله لا راني مغبونه نشري ان شاء الله سانش لينج. وهذا الجانكر خواتاتي عندكم راني دايرت له كوفرتور، لانه صراحه انا الشيرات انا دايرته في البالكون، والبالكون تاعي ماشي مغطي، راني عاد ما درتلهش هذاك الباروداج. اي الشيرات كيما البالكون كيما هاك الكولوندير اي يطفالي الجانكر يطفالي. اي تما كل مره راني كل ما نبغي نشعله خواتاتي كي تكون سيرتو كي تكون الريح كي يكون الجو زعما كيما نقولوا كالم ما يطفاليش. وراني ندير لهم في الفطور خواتاتي. عندكم هذا الطوماطيس لاول مره نشري طوماطيس جومبو وعجبتني صراحه. انا كنت نشري افريل ايا جاب لي هذه جومبو ايا جاتني مليحه. ايا درت لهم العدس للفطور، وهذه الخبيز اللي شاركتها معاكم كي كنت في دارنا وقلعتها. هاهي دي الخبيز البقول كما يقولوا في ولايه تلمسان. هذه هي الشيرات وحده الخبيز حلو واش نقول لكم. درت لها الثوم ودرت لها الفلفل الحمراء الحاره ودرت لها الثوم. اي الشيرات جات شابه وحلوه مزينها، وفي الساع طابت لي زعما ماشي كبيره ولا مع اللي النو طاحت والربيع ربع جانا ربيع شباب. والحمد لله على الامطار والحمد لله على الخيرات. ماذا بينا البنات على السلق على الخبيز، ماذا بينا على حاجه تنوضنا على الطبيعه، ماذا بينا خواتاتي. ولادي ما بغاوش ياكلوها، ايا قلت لهم ما تاكلوهاش، ايا درت لهم هذاك العدس ولا ندير لهم حاجه واحده اخرى. المهم اخواتي انا نبغي هادو الصوالح، انا نباتيه ونبغي هادو الصوالح ناكلها انايا. ايا يسمى الحاجه اللي ما ياكلوهاش هما ايا انا ما ناكلهاش على خاطرهم ما ناكل حتى حاجه. الشيرات الكاطو كمل لكم ولا مازال؟ انا صراحه الشيرات راه عاد قاعد لي الكاطو لانه ولادي ما ياكلوش بزاف. وبصح ما نكذبش عليكم اخواتي كرهته، راه يجي في خاطري فطيره مبسس. غدوه ان شاء الله ندير لوليداتي فطير ولا ندير لهم مبسس. المهم عدنا لروتيناتنا اليوميه البسيطه. البنات اي وحده راهي حاله قناه، كل وحده والمحتوى نتاعها، كل وحده والمحتوى اللي تقدمه. احنا هذا هو المحتوى نتاعنا، خاطينا الزوخ والفوخ وخاطينا التأناش، ونرحب بالناس البسطاء كيفي. ما أجمل البساطة.
اللي وليدها عنده البيام ولا عنده الباك، نقول لك أختي شاوري لدويرتك هذيك هي وقفي مع وليداتك. إلى اللقاء، إلى فيديو جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.